مقابل لا شيء، نفس النتيجة هناك في الدمام بتقدم الاتفاق بهدفين مقابل لا شيء للنصر. هنا محاولة وركلة جزاء، ركلة جزاء لصالح الهلال مع الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع. كريستيان والهامسن يتحصل على ركلة جزاء هناك في الشرقية. هناك في الدمام أضاع محمد السهلاوي ركلة جزاء لصالح النصر، وهنا للهلال تحتسب ركلة جزاء. ركلات الجزاء أصفي، هل يعود للتسجيل؟ والهامسن يعود للتسجيل وهدف ثالث للهلال، هدف ثالث للهلال. كريستيان والهامسن يعود بهدف اعتباري شخصي، بهدف أول له في دوري زين السعودي للمحترفين في هذا الموسم، وبهدف عودة الأشقر للتسجيل. يأتي كريستيان والهامسن بهدف جميل في الوقت بدل الضائع من زمن شوط المباراة الثاني ليحسب نفسه من ضمن الهدافين، ليعيد الهلال إلى الثلاث أهداف والثلاث نقاط، 3 في 3، وليصبح الهلال 43 نقطة في